واحنا في ريعان شبابنا، ثانيه واحده نهدى، في شركه اتصالات يعني عملت اوفر انك تشتري خط عليه هديه موبايل ب100 جنيه. حدث. فواحد صاحبي خد من ابوه 100 جنيه بعد ما باع القراط اللي في البلد، ورحنا انا بالهرم، رحنا مكان اسمه الرويال سنتر. حد عارفه؟ الرويال سنتر ده على ناصيته في مزلقان كده، المزلقان ده بيخلص في جراج، بتاخد شمال كده بتكمل تروح الشارع، والشارع ده خارج مش داخل. ركزوا في التفاصيل. دخلنا جبنا الموبايل، طبعا احنا داخلين ايه، رجال اعمال خوليو، داخلين معانا ال100 جنيه في 12 شنطه. فدخلنا اشترينا الموبايل وطلعنا وقفنا على ناصية الشارع. قسما بالله عامل كده، ايه ده؟ انت بتدوس واحد بيعمل بتدوس اتنين بيعمل بيلحن، وفي لعب وبتاع. فاحنا واقفين مش ايه، والله بجد احنا مش مصدقين نفسنا. وعم الناس ده واقفين بقى، فحد ينزل من على الرصيف فالناس تزمر لنا فنطلع. وبعدين قطع، انبهرنا بالموبايل، صوت جرس عجله بتاعت واحد شايل عيش، عارفين بيبقى حلو كده. هو جاي من على الهرم مسرع، نزل المزلقان. الشارع ده فيه محلات، فحاطين عواميد حديد خضراء علشان محدش يركن. فهو نازل بالعجله عامل كده، عربيه BMW طالعه متفيمه خدت الحته دي كده، فهم بقوا الاثنين في وش بعض كده. فالواد بتاع العجله اتخض فكسر يمين، راح خابط في الرصيف، فطار هو والعيش زي ما هو. فالعواميد عامله كده وهو طاير كده، واحنا واقفين احنا تمام. اسوأ حاجه تحصل ايه؟ ان هو يخبط. ما خبطش هو، لا والله. كل من هو ذكر في الشارع عمل في طفل صغير بلغ عمل كلب اي كده حلو. فالواد خبط، فراح واقع قدام محل، في محل في الشارع ده بيبيع حاجات حريمي. فالواد وقع عمل فلقى واحده طالعه مشتري حاجات عمل والله. فعمل حركه اكروباتيه جميله جدا، راح هو كان لابس جزمه جلد على اللحم، راح ناطط عمل رجله كده، فالجزمه دي طارت كده وبقى حافي، وراح شالح البنطلون وراح جاري. هو غبي، هو الموقف من كتر ما حسبش بقى، هو ده الغباء بقى اللي بقول لكم عليه. راح جاري، وصل عند العربيه الBM دي طالعه، راح مرزع للراجل انزل يا ابني حلو. فقعد يعمل الباب كده، هو مستني حد يفتح له جوه، وتقريبا المكوى افتح بقول لك. فالباب اتفتح، فنزلت سمانه، واحد لسه لاعب رجله، فقام وقف. فالواد اصلا متألم من الخبط عمل راح ماسكه، رفع ايده، راح مديله الركب عمل وراح واقع.